السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باين 1/1 أول يوم في السنة. فاحنا هنتكلم النهارده عن الناس اللي موجودة معايا في الدبلومة بتاعت REEE. هنشرح اللوجيك جيتس، وكمان هنشرحها كإلكتريك سيركت عشان ممكن تيجي في امتحان دكتور محمود ياسين. ان شاء الله يعني. فهنغطي ان شاء الله كل الافكار. فهنبدا الاول الحلقه من اول البيزكس، وهنمشي ناخد من اول النوت والاور والاند لغايه لما نوصل للاكس اور والناند. ماشي، واحنا ماشيين كده بالترتيب. فهنبدا عندنا شويه بيزكس اساسيه محتاجين نعرفها. اول حاجه اساسا يعني اللوجيك جيتس. هي ايه اللوجيك؟ نبدا من اول خالص اهو. يعني ايه لوجيك جيتس؟ فاحنا لو جينا عرفنا يعني ايه منطق او ايه هي البوابات المنطقيه، هي هنقول اللي هي عنصر أساسي. تمام. عنصر أساسي اللي هي element موجود في أي دايرة كهربائية. أنا مش فاهمك يعني إيه. خلينا نقول ببساطة إن هي مجموعة من الترانزستور. هي مجموعة من الترانزستور اللي موجودة عندنا، اللي موجودة في أي إيه سيركت. طيب ماشي، برضه أنا مش فاهم. خليني أقول لك برضه إن لازم نفهم إن الانبوت بتاعها ممكن يكون متعدد أكتر من حاجة. وده هنعرفه مع أساس الدوائر، لأن كل دايرة بتختلف عن الدايرة التانية. يبقى الانبوت ممكن يكون إيه؟ متعدد، لكن الاوتبوت اللي بيكون عندي لازم أن يكون حاجة إيه؟ واحدة. one only دي بيتسأل فيها. الاوتبوت لازم يكون حاجة إيه؟ واحدة. تمام؟ طيب أنا فهمت الحتتين دلوقتي لغاية دلوقتي. عايزك برضه تخليك معايا إن إحنا عندنا حاجة مهمة، شوية مفاهيم هحتاجها واحنا شغال على مدار السلسلة بالشكل السيكونس اللي احنا ماشيين عليه. احنا خدنا انبوت وعرفنا يعني ايه اللي هو المدخل، وقلنا اللي احنا عندنا حاجة اسمها الاوتبوت، وده المخرج اللي عندنا. وعندنا حاجة تانية اسمها لوجد كي. لوجد كي ده هنعرفه دلوقتي هو ايه. وعندنا حاجة تانية اسمها الاوبن كي. الاتنين دولت بيتكلموا عن المفتاح. عندنا بعد كده لايت اون، وعندنا لايت اوف. تمام. عندنا اللوك ديكي واللوك دي اوبن، هنتكلم في الاتنين دولت عن المفاتيح: مغلق ومقفول ومفتوح. ادي مغلق، مفتاح هنا مغلق وهنا مفتوح. هنفهمها لما نيجي نعمل السيركت. لايت اون هنتكلم هنا عن المصباح، حالة المصباح. تمام، من حيث لو مضيء ولا مطفي. لايت اون يعني مضيء، لايت اوف مطفئ. تمام. طيب انا فهمت الحاجات دي. فاضل بس حتتين برضه محتاجك تعرفهم. ان لما اجي اقول لك في هاي، هي واحد، هي ترو. احنا بنستخدم اللوجيك جيتس اللي هي الصفر والواحد كبتات كبتس، بنستخدمهم بيناري سيستم. البيناري سيستم دي بنستخدمها في الكمبيوتر. تمام. هاي هي واحد، هي ترو. ولو هي صفر، هي فولس. عايزك تفهم الحاجات دي. هيبقى عندنا قاعدة محتاج أعرفها برضو في أول سيشن هنا. قاعدة بتقول لك ماشي، عشان أجيب عدد الحالات اللي موجودة عندي حاجة اسمها 2 أس إن. طب حيث إن ديت بتساوي عدد المدخلات. إن دي عدد المدخلات. أنا مش فاهم الحتة دي. أنا كل اللي عايزك تعرفه بس القانون، إن أنا عندي حاجة اسمها 2 أس إن، حيث إن عدد المدخلات بحسب منه إيه؟ بحسب منه الإنبوت اللي عندي. طب أنا مش فاهم يا باشمهندس. لما أجي أقول لك لو أنا عندي في بوابة أو لوجيك سيركت بتحتوي على 2 انبوت، يعني هي بتحتوي على كام انبوت؟ 2. طيب في الحالة ديت هقول 2 أس 2 هتساوي كام؟ 2 في 2 ب4. هيبقى عندي كام حالة؟ 4 حالات. لما أجي أعمل التراست تيبل بتاعي اللي هو بيبقى كده، هبنيه على أساس إن أنا يكون عندي إيه؟ 4 حالات: 1 2 3 4. طب بيتبنوا إزاي؟ 4 حالات. أنا شغال بلغة الكمبيوتر الصفر واحد. يبقى الأربعة دولت بقسمهم 2 لعدد زوجي.
تمام، 4 نصهم 2 يبقى واحدين صفرين. والناحية التانية، الناحية التانية الاتنين دي خليها واحد بس، يبقى 1 0 1 0. كده أنا بنيت الجدول بتاع التحقق عندي. أي دايرة كهربائية أنا هاخدها هتكون فيها 3 حاجات أساسية نمشي عليها. أول حاجة جدول التحقق اللي هو التراس تيبل، تمام، اللي هو هنبنيه، وهيبقى عندنا الدياجرام. يبقى احنا عندنا 3 حاجات هنمشي عليها. أول حاجة خالص الدياجرام، ودي الرسمة بتاع كل دايرة. تاني حاجة هيبقى عندنا التيبل اللي هو جدول التحقق، التراس تيبل أو فيريفيكيشن جدول التحقق. وهيبقى عندنا السيركت عشان نقدر نفهم منها الدايرة دي ازاي اتبنت. تمام، ده يعني دي الحاجات اللي محتاجها في البيزكس الأولانية، وإن شاء الله أشوفكم في الحلقة الجاية.